السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كترحب بكم قناة مطبخ أمي يمينة. اليوم فيديو جديد مع وصفة جديدة، وغادي نحضر معكم الكتف مشوي في الفران على الحطب. كيجي افتي بواحد التتبيلة جد رائعة ومع جميع النصائح باش تجيكم الكتف افتي وطايب على حقه وطريقه. كذلك السر ديال الخضرة ديالكم باش ما يتغيرش اللون ديالها وتجيكم بنينة. فلا عجبكم الفيديو حبيباتي ما تنساونيش بالتعليقات ديالكم الزوينه واللايكات والبارطاج مع الاصدقاء والحباب باش يوصل لاكبر عدد وتعم الفائده. وعلى بركه الله غادي ندوزو مباشره لطريقه التحضير. عندي هنايا الكتف، انا عندي الكتف هنا الحجم ديالو كبير وانتم غادي ديروا الحجم ديال الكتف على حسب العدد ديال الاشخاص اللي عندكم في الدار وعلى حسب الضيوف اللي نتوما عارضين وعلى حسب الامكانيات ديالكم. وصافي غادي نبقى نقي فيها على حسب شي شحمه زايده ولا شي جلده كنحيدوها. صافي غادي ندوزو للتتبيله. غادي نحتاج واحد البول هنايا باش نخلط فيه. عندي ملعقه كبيره فلفله حمراء، نص معلقه صغيره ديال الخرقوم، نص معلقه صغيره ديال السكينجبير، نص معلقه صغيره ديال الملحه كتبقى على حسب الذوق ديالكم، نص معلقه صغيره ديال حبه كحله او الابزار، جوج معالق صغار ديال الموطارد، ملعقه ونصف ديال الزبده تكون بحراره المطبخ. صافي غادي نخلط المكونات مع بعضها حتى كنحصل على واحد لاماغيناد باستعانه غير بشي معلقه وصافي. وغادي نتقب الكتف ديالي بشي موس باش ندخل فيه ديك التتبيله ويدخل فيه الطياب. دابا غادي نستعمل يديا وضروري ندهنو مزيان هاد الكتف باش يتلبس كامل بهاد لاماغيناد هادي ويجينا بنين وفتي. وبالخصوص درنا فيه الزبده والموطارد هي اللي كتخلي لنا اللحم كيجينا رطب وفتي، وفي نفس الوقت كيجي فيه واحد التحميره اللي هي خطيره. صافي هنا غادي نغطيه بواحد البلاستيكه وغادي نخليه يتشرب ديك التتبيله مزيان وغادي ندخلو للثلاجه مده 2 سوايع حتى كيتشرب ديك التتبيله مزيان. عاد غادي نغلفوه بالالومنيوم وبابي كويسون. هنايا من بعد 2 سوايع ما خليته تشرب ديك التتبيله صافي غادي نغطيه بالالومنيوم وبابي كويسون. ما غاديش ندير الالومنيوم مباشره لان الالومنيوم ماشي صحي باش نديرو فوق اللحم نيشان. يعني ضروري ديروا بابي كويسو في الاول، يعني يجي فوق اللحم عاد ديروا الالومنيوم. صافي وغادي نغطيه مزيان بالالومنيوم وغادي نديرو في واحد اللاطه. صافي غادي نصيفطو للفران يتشوى. هنايا غادي ندوزو للخضره سوطي. الخضره سوطي عندي هنايا بطاطا قطعتها هكا مكعبات صغار، وعندي واحد ورقه السيدنا موسى، وعندي واحد شويه ديال الزنجبيل. اللي ما كانش متوفر له زنجبيل يدير فص ديال الثوم. غادي نجيب هنايا كاسرونه فيها الماء وغادي ندير فيها هاد البطاطا ديالي وغادي نضيف فيها شويه ديال الملحه وغادي نديرها فوق البوطه كتسلق. صافي وهنايا عندي هنايا اللوبيا شعره او لاريكو، وعندي هنايا زروديه، وعندي كابويه خضراء. انا اختاريت هاد الصغيره هذه لان غادي نقطعها دواور باش يجيوني الدواور ديالها صغيورين وظريفين. بالنسبه لك كانت الكابويه كبيره قطعوها مكعبات. صافي غادي نقطعها على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. ما غاديش نقطعها رقيقه، شويه متوسطه، ما تجيش غليظه وما تجيش رقيقه. غادي نكمل بنفس الطريقه. صافي غادي نقطع حتى زروديه بنفس الطريقه ديال الكابويه كما قلت لكم، ما تجيش غليظه وما تجيش رقيقه. وبالنسبه للوبيا شعراء او لاريكو راني يعني قشرتها، قلعت لها هاد الخيوط هادو اللي كيكونوا هكا. صافي وخليتها هكا طويله، ما بغيتش نقطعها صغيره. وليكم الاختيار، يعني الا بغيتو تقطعوهم غير صغيورين ماشي مشكل تقطعوهم. صافي كما قلت لكم غادي نكمل بنفس الطريقه باش ما نطولش عليكم لا فيديو ونرجع معكم. صافي هنا غادي نجيب واحد الكاسرونه فيها شويه ديال الماء مع شويه ديال الملحه وغادي نسلق فيها الخضره ديالي.
والمده ديال الطياب مده ديال 10 ديال الدقائق. ما تدوزوهاش البنات. وعلى ما طيب لكم الخضره غادي تصفيوها في واحد الصفايه صافي، وغادي ديروا واحد البول بحال هكا، ديري فيه شويه ديال الماء بارد ومكعبات ديال الثلج، وغادي منين تصفيو هاد الخضره هذه غادي تكبوها في داك الماء البارد والمكعبات ديال الثلج باش تحتفظوا على الخضوريه ديال الخضره، ما تكحل لكمش الخضره من تسلق تبقى خضره تبقى في اللون ديالها. صافي على ما صفيت الخضره ديالي عندي هنايا مقله غادي نضيف فيها معلقه ديال الزبده وشويه ديال الابزار او حبه كحله وشويه ديال الملحه وشويه ديال الثومه محكوكه مع شويه ديال الزنجبيل الاخضر محكوك في الرقيقه كما كتشوفوا. صافي غادي نخلط اللوبيا ونخليها تشحر غير واحد شويه، ونزيد عليها شويه ديال القزبر مزرع ومعلقه ديال عصير الحامض وصافي، ونبقى نقلب فيها بحال هكا، ما نخليهاش حتى كتقلا ولا يعني غير كتلبس بدوك التوابل اللي درت وداك القزبر وكلشي. نبقى نخلط فيها هكا كما كتشوفوا، نقلب بها غير في المقله صافي، وغادي نحطها وغادي ندوز مباشره في المقله اللي وضعت فيها اللوبيا. غادي نزيد معلقه عاوتاني ديال الزبده وشويه ديال حبه كحله او الابزار، شويه ديال الملحه، الثومه مع شويه ديال الزنجبيل محكوكين في الرقيقه وصافي. غادي نزيد البطاطا ديالي وغادي ندير عليها شويه ديال القزبر ومعلقه ديال عصير ديال الحامض وصافي نبقى نقلب فيها بنفس الطريقه اللي وضعت في اللوبيا صافي حتى هي غادي نشحرها غير واحد شويه بلا ما تلبس لي وغادي نحطها صافي. بالنسبه للكابويا وزروديه حتى هي غادي نمشيو معاها بنفس الطريقه، معلقه ديال الزبده، شويه ديال الابزار او حبه كحله، شويه ديال الملحه، شويه الثوم محكوك مع شويه ديال الزنجبيل الاخضر محكوك في رقيقه وصافي. غادي نخلط الكابويا والزروديه، غادي نديرهم خطره واحده لانه ما كيطلقش اللون في اللون، كيبقى اللون ديالهم كما كتشوفوا. والطريقه اللي وريت لكم قلت لكم ملي كتسلق الخضره ديروا فيها الماء يكون بارد مزيان ومكعبات ديال الثلج باش تبقى في اللون ديالها كما كتشوفوا. الكابويا بقات في اللون ديالها، زروديه كذلك. صافي وضعت هنايا معلقه ديال عصير ديال الليم وشويه ديال المعدنوس وشحرت مزيان صافي. وغادي ندوزو هنايا مباشره اللحم ديالنا، جبناه من الفران صافي. درت هنا واحد البلاطو ونبقى نستف الخضره ديالي مع الجناب، كنقسموها على كل نوع ديال الخضره كنقسمو على جوج انصاف. هاد الجهه كنديروا النص والجهه المقابله كنوضعوا فيها النص الاخر وكنحاولوا نلعبوا على اللوينات. وهنايا زدت شويه ديال الباربه او البيطرف مسلوقه في الماء وقطعته على هذا الشكل هذا الطريقه كما كتشوفوا، وقومته هنايا بشويه ديال الخل والملح والزيت وشويه ديال الكمون وخلطته وصافي. وبالنسبه للتزيين تزيين بالمطيشه سوغيز والكاشير والزيتون بالعلفه، والتزيين كيبقى لكم الاختيار، تقدروا ديروا بيض السمان او الكورنيشون المخلل، المهم اللي كان متوفر عندكم. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الكتف مشوي في الفران ديال الحطب. وكان نحاول نعطيكم جميع الاسرار والنصائح باش ينجح معكم وتجيكم لذيذه وكنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا بلايكاتكم وتعليقاتكم الزوينه، وخليت لكم الراحه ومع السلامه.